اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. فتة البتنجان او فتة طعمها رهيب وطعمها يجنن. تعالوا نشوف عملناها ازاي بطريقه خفيفه خالص وكمان سهله مش مكلفه، حاجه كده سهله وبسيطه. يلا بينا. اول حاجه كده جبت بتنجان وقطعته مكعبات صغيره وقليته. دي حاجه ما فيهاش اي افتكاسات يعني. قليته وطلعته من الزيت، وطبعا معايا كنت انا عامله قبل كده سمبوسه، فايه فاض منها الاحرف بتاعتها. اعمل بها ايه قلت بس هعمل بها فتة البتنجان دي. بعد ما طلعت البتنجان كده رحت جايه منزله عليه مقطعه الاحرف بتاعه السمبوسه ديت، ومقطعاها رفيع مكعبات صغيره يعني، وقليتها برضو في الزيت وحمرتها بالشكل ده. بس ما تحمرهاش جامد يعني. او لو عندك عيش اللي هو العيش الشامي ده برضو هينفع معاكي ويبقى لذيذ جدا. انا حمرت الكميه بتاعتي كلها. وطبعا بنجهز الصوصات اللي هنحطها عليها. انا هعمل صوصين تحفة ويجننوا. اول صوص هنعمله هو اللي جبت راس توم، كام فص توم كبار يعني على حسب الكمية يعني، وحمرتها لحد ما اخدت اللون الجلد الخفيف ده. وطبعا بيبقى طعمه لذيذ جدا. هشيل منه تقريبا تلتينه على جنب عشان هزين بيه. وفي الحبة الصغيرين اللي سبتهم في الطاسة هنزل عليهم كده بطماطميتين متقطعين. يعني برضو انتي بتكتري الكمية على حسب الحجم اللي انتي عاملاه. هنزل عليهم كده بعد ما حطيت الطماطم المفرومه في الكبه، هنزل عليهم بمعلقه من دبس الرمان، وكمان نص معلقه من السماق. حاجه بصي مديها طعم رهيب وطعم يجنن. بص مدين تيست لذيذ جدا للفته. حطيت بقى شويه ملح وكده. الصلصه بتاعتي اول صوص عملناه خلص. هنسيبه بقى يتسبك وتعالوا نعمل الصوص التاني. معايا 3 معالق من الطحينه، هنزل عليهم بكوبايه من الزبادي. انا طبعا عامله طبق صغير على قدنا، انتوا بقى ممكن تكتروا الكميه على حسب ما انتوا عايزين. هقلبها تقليبه واحط عليهم شويه من الفلفل الاسود وشويه من الملح. بس طبعا الطبق كان صغير، اكبر الطبق بقى شويه علشان نقلب براحتنا وناخد وندي كده مع الصوص براحتنا كده. طبعا هجيب بقى شويه ميه علشان اقلب بيها، بس هتبل زي ما قلت لكم. هحط شويه ملح وكمان شويه فلفل اسود وخلاص على كده. هي دي كل التتبيله بتاعتي اللي انا حطيتها عليها. هديها تقليبه بقى واحط شويه ميه لحد ما تبقى معايا زي زي الطحينة بالظبط اللي احنا بنعملها مع السندوتشات. بس هيبقى طعمها لذيذ جدا مع الفتة بتاعتنا. هزود بقى شوية مية واديها تقليبة خفيفة كده لحد ما تبقى معايا صوص طعمه رهيب ويجنن. كده يبقى انا عملت صوصين، واحد بالطحينة والزبادي، والتاني بالثوم والطماطم والدبس الرمان والسمان. هركنها بقى على جنب واجيب معايا الطبق اللي هقدم فيه. هنزل الاول بالعيش اللي انا حمصته، وهنزل عليه بالبتنجان اللي انا قليته كده حبة تقليه في الفرن، برضه هيبقى معاكي لذيذ. وعلى الوش كده حطيت البتنجان. هنزل بقى بالصوصات بتاعتي. اول صوص هحطه هو اللي هو الصوص بتاع اللي هو الطماطم مع دبس الرمان مع السماق. طعمه لذيذ جدا ومدي طعم جميل جدا للفتة بتاعتي. هوزعه عليه كده توزيع، اوزعه اخليه يتشرب كله كده. وانزل عليه بقى ببقيه الصوص التاني اللي هو الطحينه بالزبادي. واديله على الوش كده، واسيب شويه على جنب علشان لو حبيت ان انا ازود من الصوص ده يبقى معايا تاني. هنزل بقى ببقيه التوم اللي انا حمرته. على فكره التوم ده مديله طعم حلو جدا وكمان لذيذ جدا خالص مع الفتة. هنزل عليهم بقى ارش عليهم شوية من الذرة الحلوة المسلوقة. لو عندك حمص هتحطي، بس انا ما عنديش حمص فاكتفيت بالطبق بالطريقة دي كده. الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب المطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وكمان ما تنسونيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميلة، حاجة كده فوق الخيال وفوق الوصف، رمشة ويجنن. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي.